طيب الحد اللي بيقول في احتياجات نفسية غير موفاة مهما بنحاول نتجاهلها بتفضل مدفونة في العقل الباطن. هو حضرتك كده بتهرب من مشكلة. اما بنتجاهل يا جماعة حاجة مضايقانا، احنا بنديها ظهرنا وبنهرب. تمام. الهروب يبان لك ان هو بيريح، اما هو بيزود. وصلت؟ يعني انا دلوقتي في عندي خراج. تمام، ربنا يعافيكم جميعا. والخراج ده بدأ يبان وبدأ يوجعني. فانا عامل نفسي لا مفيش اي حاجه، وبتعامل انه لا الحمد لله، باخد له مسكنات. ده اسمه هروب. تمام. انت متخيل ان الوجع عشان بيروح شويه ان انا كده هبقى كويس؟ لا، هو الخراج عمال يزيد ويكبر 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 وللاسف شديد بيتعمق جوه اكتر. فهيجي قدامك بقى حل من اتنين: يا اما بقى تروح في سيشن برايفت وتعالجه، ونبدا بقى نفتح وننخور ونطلع وكل ده، يا اما اعرف ان هو هينفجر في يوم من الايام. هيطلع بقى وهيطلع زي ما يطلع. للاسف الشديد النفس لما بتجيب اخرها بتطلع على اي حد وفي اي وقت. يعني ممكن يطلع على مديرك في الشغل، ممكن يطلع على زوجتك اللي ملهاش ذنب، ممكن يطلع على اولادك في علقه سخنه، ممكن يطلع على يعني على حد في الشارع هو ما يعرفكش. فالموضوع يا جماعة ما بيتسابش كده، مش صح مش صح. يعني بعد إذنكم، بعد إذنكم، في حاجات لازم نشتغلها برايفت. مش كل الحاجات بتبقى في السيشن الفري العادية اللي احنا بنتكلم فيها ريكوردات. في حاجات بتبقى لازم الإنسان نفسه يشتغل معانا 1 تو 1 سيشن، اللي هو أنا قاعدة قدامك سواء كاميرا أو فون، وبنشتغل مع بعض العمق اللي عندك، الحاجة المدفونة اللي جوه. انت نفسك قلت اهو، قلت مدفونة. طيب انا وظيفتي ايه ككوتش؟ انا وظيفتي ان انا الحاجة المدفونة دي اخرجها واطلعها. فاحنا كده بنواجه مش بنهرب. طالما واجهت الحاجة خلاص خلصت راحت ما بقتش موجودة اصلا. واجهتها طلعتها، الموضوع بقى احسن، فاعرف اعيش بعد كده حياتي صح. لكن طول ما انا بهرب منها وبتغافل عنها او ما ببصلهاش او زي ما انت قلت بتجاهلها، احنا كده بتكبر. وعشان كده انت قلت اهو بترجع تطفو على السطح تاني. ليه؟ لان هي ستيل موجودة، هي ما مشيتش على فكرة، انت بس اللي غمضت عينك. فلا، انا وظيفتي ان انا ما بغمضش عيني عن حاجه، انا بواجه الشيء. لو مدفون اقسم بالله العظيم احنا في ناس بندخل جوه الاعماق وبنطلع حاجات ما كانوش يتخيلوها. وده بقى اللي بيحصل في اغلب مشاكلنا، ان ممكن تكوني متخيله او تكون متخيل انها مشكله اسمها كذا، ونكتشف في الاخر انها حاجه تانية خالص. امال احنا ليه قلنا ان انا حاسس لا، عشان ده اللي على السطح. ده اللي على السطح. يعني بالظبط كده، زي ما واحد يبقى جاي من شغله مضغوط جدا جدا جدا، في حاجة مضايقاه أصلا من أول ما نزل الصبح من النوم بيفكر فيها. جه مثلا مديره زعق له، رجع البيت لا مراته عاملة ملوخية، قام جاي مزعق ومطلقها. هو ده وقت ملوخية ده أصلا؟ وقام جاي قال لها أنت طالق. هل المشكلة كانت في الملوخية اللي سي مثلا ما بيحبهاش وهي عملتها؟ هل المشكلة في كده؟ لا، ده الظاهر ان هو يعني على اهون سبب طلع زعيق ومشاكل وكده. لكن ايه بقى المشكلة الأصلية؟ ممكن تكون برضو مش مشكلته مع مديره، في حاجة كانت في العمق بيفكر فيها بقاله كذا يوم، او بيحلم بيها كوابيس، او مغلباه، او عمالة تدور في دماغه زي الصراصير كده وهو عمال مش عايز يشوفها، بيغض طرفه كده عنها. فتفضل تون في دماغه. تمام. وطبعا العقل بيجذب ما عليه. يعني طول ما انا في دماغي حاجة بجذبها، او بجذب شبيهتها، او بجذب حاجة شبهها زيها. تمام. فيفضل الانسان كده يبقى صاحي نايم قايم رايح جاي بالحاجة دي، وباللي حواليه بيقول له نفس الحاجة دي، لأنه عقله عمال يشد له ده. فيجي على أهون سبب مع أي ضغط من أي حد، مع أي كلام ينرفز من أي حد، مع أي استفزاز، تلاقيه آه ثار. وبتبقى ثورة عجيبة، اللي هو ايه ده، مش المفروض الموقف ده تعمل فيه كل اللي انت عملته ده. فبتبقى حاجة في العمق. فبعد اذنكم، اللي بجد عاوز ان هو يفوق من الحاجة اللي تعباه، انا موجودة على البرايفت، اهلا وسهلا. تمام. بصوا بقى يا جماعة، المنهج الرباني، السيستم، الكتالوج اللي ربنا خلقه لك ما فيهوش لا احباط ولا اكتئاب ولا الكلام ده خالص. فلما يبقى حاصل لك وانتوا بتقولوا احنا الحمد لله بنعبد ربنا بيقين،
احنا الحمد لله بنشتغل على نفسنا وكويسين وزي الفل ومش عارفة ايه، وفاضل ده يبقى في مشكلة داخلية برضو انت بتهرب منها او انتي بتهربي منها، او ممكن تكوني مش عارفاها اصلا. المنهج الرباني ما فيهوش غلطة، لازم تبقوا فاهمين ده ومتأكدين منه. المنهج الرباني ما فيهوش غلطة. المنهج الرباني ما عمره ما يجيب اكتئاب ولا قلق ولا إحباط ولا الكلام ده، بل بالعكس. المنهج الرباني يعالج ده. يعني أنا لو عندي اكتئاب ولا إحباط ولا قلق ولا توتر ولا قلة نوم ولا المنهج الرباني يعالج لي ده. فالناس بقى اللي بتقول أنا بعمل كل حاجة بس أنا عندي ده، يبقى في حاجة واقعة منك، لازم تبقي متأكدة من ده. تمام. فبالظبط زي ربنا قال في القرآن قولا واحدا يا جماعة، ربنا كلامه يعني قرآن هو اللي خلق النفس البشرية. هو اللي خلق النفس البشرية، هو يعلم مداخلها ومخارجها، هو يعلم راحتها فين وانبساطها فين وفرحتها فين. بس انت ما عندكش نفس، بس انت عندك عقل باطن ابن 60 في 70. انا اسفة يعني مش عايزة اقول كلمة تانية. ده نعمة طبعا من ربنا، ولكن انا بقول ليه ابن 60 في 70؟ عشان انت مخزن فيه، يا لهوي عارفين يا لهوي انت مخزن فيه حاجات بالهبل صعبة وكلها غلط. اوعوا تكونوا فاكرين ان العقل الباطن ده بيجيب حاجات موجودة في الحياة، لا. ده معيشك في الوهم، معيشك في مستنقع. يعني يا جماعة، انا دلوقتي لو رحت لصديق او صديقة في مستشفى، حد بيعمل عملية اعرفه مثلا، ورحت في مستشفى عام، هروح الاقي الناس كلها هناك، هروح الاقي المستشفى زحمه، ما هي مستشفى عام. سعرها رخيص يعني، مش غالي. ما المستشفيات اللي هي الخاصه بتبقى باسعار ضخمه جدا، فممكن ما تبقاش زحمه وما يبقاش عليها طلب. لكن المستشفى العام الحكومي عشان في متناول الجميع، فهيبقى عليها طلب شديد جدا في كل حاجه في العيادات الخارجيه وفي العمليات وكده. اما انا بقى اروح ازور الشخص ده او الانسانه دي في المستشفى دي، اول حاجه هشوف ايه؟ هشوف ان الدنيا مصر كلها جوه. يعني انا مش هلاقي مكان اقعد فيه ولا اقف فيه من كتر الزحمه جوه. تمام. الحبه اللي قعدتهم جوه دول، عقلك الباطن خد سكرين ان الناس كلها تعبانه. انتوا ما تستهونوش بالعقل الباطن، ده خطير. طيب تعالى بقى اما حد يجي يقول لي كده ده الناس كلها تعبانه، اقول له حبيبي رحت السينما؟ شفت سينما مترو ولا امير اللي هنا في اسكندريه، ولا شفت سينما مش عارفه مول العرب، ولا شفت سينما ايه؟ روح هتلاقيها زحمه برضو زي البتاع. اللي جاي لي بقى من السينما هيقول لي ايه؟ ده الناس كلها بتتفسح. اصدق انا مين فيهم بقى؟ طيب اللي دخل مول من المولات اللي هي الهايبر والحاجات الضخمه دي اللي في القاهره او في الشيخ زايد او كده، او عندنا هنا حتى كارفور وسيتي سنتر والكلام ده، زحمه مش ممكن. يعني الناس من كترها الواحد مش عارف يتنفس. تمام. وانا جايه من هناك هقول لك ايه؟ ده اسكندريه كلها هناك. وانت هتيجي تقول لي ايه؟ لا انت لسه جاي من المستشفى، ده مصر كلها هناك. نصدق مين طيب؟ يبقى ايه؟ يبقى ايه اللي بيحصل؟ العقل الباطن بيشوف التجربه اللي قدامه وبياخد منها سكرين ويسيبها، يحطها زي ما هي كده ويعمم بقى. تمام. فاهمين؟ فلما واحدة تشوف فار في المطبخ هتعمم تقول ايه؟ ده كل المطابخ فيها فران. هل ده صح؟ اه. خلي بالنا بقى، نخلي بالنا عشان العقل الباطن بيعمل معاك لعبة خطيرة، انه بيعيشك في الوهم. طب حضرتك الوهم ده المفروض تشتغل عليه طول الوقت، انه لا، ده كان فار وخدناه ومسكناه وموتناه وده المطبخ ده بس، اما بقية مطابخ الناس زي الفل. فلا، ده الشخص ده تعبان عشان ربنا أراد له الأمر ده ابتلاء عشان ينقيه من الذنوب، دي مشكلته. ممكن يكون أهمل في صحته أو أي سبب، وفي نفس الوقت الناس اللي موجودة في المستشفى دي هم دول بس، مش مصر كلها ولا اسكندرية كلها ولا الشعب كله ولا الكلام ده. وصلت؟ فنخلي بالنا عشان كل واحد فيكم بيتألم من حاجات، هي أول حاجة عقلك الباطن شغال مبهدلك. فلو سمحت، اي بقى حد عنده مشكله في ده، تعالى آه على البرايفت. انا كنت بقول في الاول ربنا في القران قال حاجه
اما اقولها والاقي نفسي مش عايشها، يبقى المشكله عندي مش في الايه. يعني لما يقول ربنا سبحانه وتعالى ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، معناها ايه؟ اللي بيصلي مش هيعرف يعمل فحشاء ومنكر، صلاته هتنهيه. تمام. طيب نيجي نلاقي واحد بيصلي وبيصلي كويس قوي ومركز وكل حاجه، بس بيعمل فحشاء مثلا. انا بديكم مثال. المشكله هنا فين بقى؟ احنا بقى حصل لنا ايرور كده، هنقف بقى نقول ايه ده ايه ده ايه ده، لحظه. هو الصلاه المفروض بتنهى عن الفحشاء، طب هو الراجل ده لسانه وحش مثلا. في ناس شتامه لا حول ولا قوه الا بالله، لسانها كده طول اليوم بينقط قرف. تمام. فنقول له يا ابني ده فحش في القول، ما ينفعش تقوله. اه انت مش بتصلي؟ يقول اه لا الحمد لله، ده انا ما بسيبهاش، ده انا على طول في المسجد. بتصلي بيقين؟ اه. بتصلي مركز؟ اه انا بخشع. لا لا يا جماعه، لا الايه هي اللي صح. لكن صلاة صاحبنا هو متخيلها كده وهي عنده فيها غلطات. تمام. او مش بيخشع صح، او مش بيحسها، او حاجات كتيرة قوي ممكن اطلعها له يعني. اوكي. فما نجيش نقول لا اصل هو ربنا قال بس احنا تعبانين. لا، كده الايرور موجود جواكم. يعني جوه الشخص اللي بيقول، طالما الشخص مش حاسس بالفرحة او مش عايش السعادة في الحاجات العادية، بيتألم كل فترة، بيحس انه بيعمل حاجات بس لسه برضه، يبقى في لسه مشكلة عنده. ايه المشكلة بقى ان احنا نحلها؟ ايه المشكلة؟ احنا مش كبار على الألم، ولا كبار على الحل، ولا كبار على التعلم او الشغل على النفس. الانسان بيعيش طول عمره يعمل ده، زي بالظبط البرد. في حد بيجي له برد يقول لا ازاي يجي لي برد، ده انا واحد انا كبرت خلاص ما ينفعش يجي لي برد؟ مفيش كده. صح. يعني البرد ده من الحاجات اللي دور البرد عموما بيجي للأطفال، بيجي للشباب، بيجي للكبار، بيجي للعواجيز، بيجي في أي وقت، وملوش أي قوانين. أنا ممكن أبقى زي الفل ولسه طالعة من البرد ومعالجاه، أدخل مكان أطلع مجرد تكييف يجيب لي برد تاني عادي. تمام. ما اجيش أنا استغرب هو جالي برد ليه. لكن اللي بعمله ايه؟ ان انا بشتغل اقول اه انا ما صلحتش نفسي المره اللي فاتت كويس، المره دي بقى هاخد ادويه فعلا تصلح المشكله، لعل جهاز المناعه بتاعي فيه ضعف او حاجه. نفس الحكايه الشغل على النفس كده. ما اجيش اقول هو ازاي يحصل كده، وازاي انا كنت لسه زي الفل من فتره وسامع سيشن ومتقنيس وجميل وطالع سفريه وراجع منها انا مبسوط قوي. هو انا ازاي بدات اتضايق؟ لا، يبقى في عندك حاجه جوه ما اتعالجتش، في عندك حاجه جوه ما اشتغلناش عليها. هي دي اللي عامله زي هو كده، بيبقى عامل زي صرصار بيلف في المخ كده. بنبقى محتاجين بس نمسكه ونضربه على دماغه. تمام. ونطلعه بقى ونرميه. ف يا جماعه، ما تستغربوش انه كل فتره الانسان ممكن يطلع له حاجه على السطح، هي بتطلع علشان حضرتك تشتغل عليها وتنظفها، فتعيش بعد كده حياتك افضل. تمام. فده مهم قوي. انا موجوده اهلا وسهلا لاي حد محتاج ده، لكن انا حبيت افهمكم الامر بيجي ازاي. الحاجه بقى الاخيره اللي انا حابه انوه عنها برضو، واللي لاحظت ان ناس كتير قوي عايشه في الامر ده، آه يعني لما بنيجي نقول واحد زائد واحد بيساوي اتنين، صح كده؟ لا، في ناس كتير ممشيه واحد زائد واحد بيساوي تلاته، تقول لك اصل مش هينفع غير كده. يا عم هما اتنين، طب جبت التالت ده منين؟ معلش هو مش هينفع غير كده. يعني ما مشيها كده عشان هي الدنيا عاوزه كده او الظروف عاوزه كده. فبفضل طول الوقت تعبان بسبب ان انا ماشي حاجه ما هياش مظبوطه. طيب مين اللي قال واحد زائد واحد بيساوي اتنين؟ مين نزل العلم اصلا؟ مين اللي حط المنهج اصلا؟ مين اللي قال لنا نعمل ايه وما نعملش ايه؟ يعني مين اللي قال ان الطفل لما يكبر ويبقى في سن الشباب يبدأ يشوف عروسه عشان يتجوز؟ مين اللي قال كده؟ ومين اللي قال انه لما واحده تتجوز هي وزوجها بعد فتره مثلا يبداوا يروحوا يشوفوا دكتور ما خلفوش ليه؟ مين اللي قال كده؟ ومين اللي قال انه انا لما تبقى في بيني وبين اخويا تاتش او والدي او والدتي، لا اروح واستسمحهم وابوس راسهم واصلح العلاقه بيني وبينهم؟ مين بقى اللي قال كده؟ يعني مين اللي حط لنا المنهج اصلا اللي احنا ماشيين عليه؟ مين اللي قال لنا نعمل ايه في حياتنا اساسا؟ مين اللي قال لنا اتعلمه؟ يعني ليه لما الانسان بيتولد على سن 5 6 بيدخل مدارس؟ اقعدوا بقى فكروا، ردوا لي بقى على الأسئلة دي. مين اللي حط المنهجية دي، او مين اللي حط تكوين الإنسان بالطريقة دي ان حياته تبقى كده؟ ندخل ونتعلم حساب وعلوم وعربي، لغة عربية وبعد كده ناخد فلسفة ومنطق وفيزياء وكيمياء وأحياء مين اللي ادانا
الطريق ده عشان كلنا تقريبا كل البشرية طالعة بالاسلوب ده؟ مين؟ فلما ربنا سبحانه وتعالى حاطط لك منهج انت ماشي عليه، انت طول ما انت ماشي عليه انت مرتاح. الناس اللي بتجيلنا في السيشنز ما كملوش تعليمهم او ما تعلموش اصلا لاي سبب من الاسباب، مش هقول سبب مادي بس، والله لا، في ناس ما بتحبش وملهاش، اللي يقولك اصل ماليش في التعليم او مش عارفه ايه وكده، بيجي وهو كبير يقول يا ريتني سمعت كلام والدي وتعلمت. ليه بقى بيقول كده؟ ليه؟ مش عشان تنمر او حد بهدله او لا، عشان هو ما مشاش بالمنهج الرباني الصح فتعبان. اه شغلان شغلانه كويسه وبتجيب له فلوس، على فكره ممكن يكون فني في حاجه او بيعمل حاجه ملهاش علاقه بالتعليم وبيجي له فلوس كتيره وعايش حياته كويس، وانا اعرف ناس كده. بس يقول لك لا، انا كنت عاوز اتعلم، انا كنت عاوز يبقى معايا شهاده. انا يا ريتني ما اتدلعتش زمان وابويا ما سمعش كلامي ولا رضاني ولا بتاع، ويا ريتهم ضغطوا عليا شويه عشان اطلع معايا شهاده وعشان اتعلم. انا كان نفسي ابقى كليه كذا او كان نفسي ادخل تعليم كذا. مش شرط كليه على فكره، ممكن يبقى معهد بس اللي هو حابب يبقى معاه في مخه علم. مين بقى اللي قال ان المفروض الانسان يبقى في مخه علم؟ هو ربنا قال في القرآن وعلم آدم الأسماء كلها. دي الملائكة ما كانتش متعلمة، وآدم اللي نزل بعدهم واتخلق بعدهم هو اللي اتعلم. وبعدين ربنا قال لسيدنا آدم قل لهم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. فبص ربنا بقى سبحانه وتعالى عشان يوريك قيمتك انت يا بشري، ويعرفك انت مين وجاي الدنيا ليه. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ردوا الملائكة، اللي هم الملائكة اللي هم أفضل مننا، اللي هم ما بيعملوش غلطة، اللي هم قاعدين ليل نهار بيسبحوا ربنا وبيعظموا في الإله. حضرتك لأ، بتتفرج على تمثيلية وبتعمل غلطات وبتروح وبتنسى الصلاة وبتنام وبتقوم وبتدخل الحمام وبتطلع وبتتزوج ومش عارفة إيه وتتعارك مع صاحبك في الآخر ربنا سبحانه وتعالى قال عليك إيه بقى في القرآن؟ ها، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الملائكة ردت قالت قالوا سبحانك لا علمه لا علم لنا إلا ما علمتنا. ده رد الملائكة، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الخبير. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فحضرتك جاي عشان تتعلم، البشر الوحيد اللي جاي عشان يقرأ ويكتب، البشر الوحيد اللي جاي عشان يعرف اللغة. عشان تحفظ قرآن لازم تبقى متعلم لغة عربية، لازم تبقى متعلم العلوم الدنيوية علشان خاطر تبقى فاهم. انت وانت بتقرأ في القرآن هتلاقيه بيتكلم عن الأرحام، هتلاقيه بيتكلم عن الميراث، هتلاقيه بيتكلم عن العلاقة ما بين الناس، هتلاقيه بيتكلم عن الكواكب والنجوم والشمس والمجرات. العلوم كلها الدنيوية بتخدم القرآن اللي حضرتك المفروض تتعلمه وتقراه. تقراه بس، حتى مش شرط تحفظه، انا بتكلم على الفرض، هو الفرض القراية. تمام طيب. لما انا ما واحد ما اتعلمش مثلا، ليه بقى بيجي متضايق بعدها؟ لان هي دي الفطرة، ده السيستم بقى. عرفتوا بقى لما بقول لكم واحد زائد واحد بيساوي اتنين، مين اللي اخترعها؟ مين اللي قالها؟ مين اللي جعل العلم للإنسان منهج حياة؟ ربنا. فلما بنيجي احنا نقول لا لا مش مشكله ما اتعلمش مش عارف، بيجي الانسان بعد كده تعبان، حاسس ان حاجه ناقصاه، حاسس ان حاجه مضايقاه، ويقول يا ريتني، او يا ريتهم عملوا معايا كذا او ضغطوا عليا او ان انا اتعلمته. وفي ناس على فكره انا اعرف والله العظيم صديقه ربنا يبارك فيها، من بعد ال40 وال50 بدأت تدرس ولا أكنها درست حاجة، جابت تاني الثانوية العامة والكلية ومستمتعة جدا بكونها بتتعلم. أنا مش بتكلم دلوقتي في نقطة التعلم، أنا بوصل لكم بس إن بصوا المنهج الرباني لما احنا بنسيبه شوية أو بنبعد عنه أو بنعمل نفسنا مش لازم ده. النفس حتى في دي بتتعب، يعني حتى في موضوع التعلم والشهادة والمعلومات النفس بتتعب، ما بالكوا بقى في الباقي، ما بالكوا في بقية الحياة.
ما بالكم بقى في المشاكل اللي احنا عمالين نتغاضى عنها؟ ما بالكم في حاجات مخزونة من الصغر؟ ما بالكم في مثلا في واحدة جت على نفسها قوي في الدنيا، او حد ادى كتير عطاء 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 عطاء، نسى نفسه لحد ما لقى الناس كلها عمالة تضربه على دماغه؟ ما بالكم باللي اتاكل حقه؟ حاجات كتيرة بقى، احنا بنتكلم في حاجات كتيرة. انا بديكوا بس ايه، مثال واحد، ومثال بسيط، ومش ضخم ومش بيوجع قوي زي الباقيين. فما بالكم في اللي بيوجع بقى بجد. فاحنا لما بنتغاضى عن حاجات اساسيه ربنا قال لنا في المنهج بتاعه يا جماعه اعملوها، خلاص احنا ما بنعملهاش فبنتعب بعد كده، نيجي نشتكي نقول لا والله احنا ماشيين زي الفل واليقين تمام ومش عارفه ايه، بس انا تعبان. لا حضرتك، في حاجه انت فوتها في النص وقعت منك ما خدتش بالك منها. زي اللي يجي يقول لي انا مش مرتاح مع مراتي، او مراتي مش ملبيه لي احتياجاتي، أو بس لا مش هينفع طبعا عشان هي زوجتي وعيالي وحبيبتي و... وولادي، واصل الاسره، واصل هيتهد، واصل مش عارفه ايه، واصل بتاع. نيجي بعد فتره نلاقيه شخص داخل على اكتئاب حاد وعنده امراض الدنيا. ايه يا عم في ايه؟ لا اصل ما انا، لا الحمد لله انا عندي يقين وبصلي والدنيا زي الفل. ايه العلاقه؟ يعني مش فاهمه ايه العلاقه، ايه علاقه الصلاه واليقين وكده بان حضرتك في حته وقعت منك؟ انت جيت على نفسك في حاجات، وفي حاجات ما تلبتش، فانت ما مشيتش بالمنهج الرباني، انت مشيت بالظروف. واحد زائد واحد يساوي ثلاثة عندك دلوقتي. وصلت؟ فهمتوا قصدي؟ يا رب يكون فهمتكوا قصدي. انا عايزه افهمكوا انه في حاجات كتير احنا بنفوتها في الدنيا قاصدين، عشان الظروف والناس واللي حوالينا ومش عارفه ايه، واصلي وشكلي وفي الاخر انا ببقى ما مشيتش بالمنهج الرباني، لانه هو فيه الراحه، هو فيه الانبساط، هو فيه الفرحه والسعاده، هو فيه الدوبامين كله والله. انا شفت كل الناس اللي منتهجه ده مرتاحه، والناس اللي مفوته حتت كتير عشان الشكل والظروف هي اللي تعبانه. فاشرب، ما انت عملت في نفسك كده. طيب خدت قرار خلاص مش عاوز بقى التعب ده وعايز تفوق، احنا موجودين. ويا جماعه الاستثمار في النفس رائع. يعني لما انت بتروح مصيف، انت بتروح ليه؟ حابب يعني تروح تخلص المحفظة؟ أكيد لأ. أنت تروح عشان عارف المصيف ده كله انبساط، كله فرحة، هنقعد قدام البحر ونضحك ونلعب ونهزر ونجري ومش عارفة إيه، ونفصل عن المشاكل والضغوطات. تمام. بتصرف قد إيه في المصيف؟ لا قد كده طبعا، ده مصيف. طب يعني أنت استثمرت في نفسك في الحتة دي فاتبسطت. بس المصيف ده بيبقى عامل زي برضه الهروب. بهرب من الشغل والمشاكل والضغوط في أسبوع، برجع بلاقي نفسي رجعت تاني لنفس المشاكل. طيب الاستثمار بقى في السيشنز اللي فيها علاج، جلسة علاجية، حضرتك بتقعد تطلع اللي جواك وتخلصه، مش تطلعه وترجعه تاني. تمام. ف اه لا هدفع للسيشن فلوس. طب ما هو زيها، دي احسن من المصيف كمان. على الاقل انت هتطلع منها مش هترجع تاني بالك القصه دي خلاص. لكن المصيف انت ايه، رحت حبه ورجعت تاني. لا، في ناس تقعد تقول لك لا 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 لا، هو مش كده. ده علاج ضخم، والعلاج النفسي احسن بكتير من الدواء. احسن من ابدا بقى اروح ابقى ايه عامل، انا اسفه يعني ببقى شايفاهم زي المدمنين. اخد المنوم عشان انام، اخد مش عارفه الدواء ده عشان يهدي لي مخي، اخد البرشام ده عشان ما افكرش، اخد التابلتس دي عشان ابقى همدان طول اليوم. ايه ده؟ بتتحول في الاخر لشخص مدمن شويه ادويه، ومش عارف تعيش حياتك من غيرهم. اه انا بقول مدمن عشان انا في ناس بتجيلي كتير تقول لي انا ما بقتش عارفه انام خلاص غير بالدواء. لا، والدواء بسم الله ما شاء الله يعني مش بيفضل مطول. الدواء بيجي له وقت وتبدا الماده بتاعته تقل طبعا في الجسم، الجسم اتعود عليها. فاللي كان بينيم ما بقاش بينيم، واللي كان بيهد بقى خلاص بيفرهدك، وتصحي برضه تفضلي صاحيه. ايه يا جماعه، هو ربنا ما خلقناش بكده عشان نفضل طول الوقت طول الوقت بادويه ملهاش اي ستين لازمه؟ يعني ارحموا الكلى بتاعتكم اصلا. تمام. فلا، الاستثمار في النفس هدفع لها حاجة بس عشان اعالج، انظف، افضي، ابقى زي الفل. اه هبقى زي الفل، هبقى زي الفل. ليه؟ لان طالما في صرصار جوه في المخ، في نزناز جوه مخي، انا بطلعه، خلاص مش هيبقى فيه تاني. ولو في تبعيات ليه يعني، وانا بطلعه كده لقيت له تبعيات بطلعها بالمره، بخلص بقى. هو خراجه بننضفه خلاص، خلصت. بس لا بتاخد بقى ادويه، ولا بتاخد منومات، ولا مهدئات، ولا الكلام ده كله، كله بالورقه والقلم، شغل
يعني رباني بالورقة والقلم.